ترقيصه حلوه، ميدو جابر عدى الاولى حلوه، الثانيه بيحاول يلعبها على طول لحسين السيد، يستلم حسين يا راجل، حلوه فكرتها، لكن متعب اهو كرهها، هو بيعتذر، هو طمع في الكوره حقه لانه واخد مكان امتياز ولعبها له حلو. ميدو ادي هو الاستلام، كان متعب مستني الكوره تتلعب له، كان في مكان فاضي لكن هو فكر. وهنا يا جماعه تفكير اللعيب بيبقى في جزء من الثانيه، ما تقدرش تلومه. الى خارج الملعب، ضربه مرمى على طول احمد بوسكا. احلى ما قاله حسام حسن للاعبيه قبل المباراه: اوعى تتعامل مع الاهلي ان عنده اساسي واحتياطي، كل لعيبه الاهلي نجوم، وبالتالي تتعامل مع الفريق اللي قدامك اي 11 لابسين تيشيرت النادي الاهلي تتعامل معاهم على انهم الاساسيين والاوائل والمتميزين، لا تركن ان ناس ما بتلعبش وبتلعب، لا ما فيش الكلام ده. طبعا بخبره لاعب اهلي سابق هو بيتكلم مع لاعبته عشان يحمسه. ركنيه للنادي الاهلي رايح لها صالح جمعه، كان هيقرب له حسام غالي لكن خلاص رجع في كلامه عشان يلعبها هو على طول طويله مش قصيره. احمد ايمن منصور قدام حضراتكم، واحد من اللي عاملين موسم ممتاز ايضا. صالح بيقول لهم خشوا لجوه، هيلعبها على حدود ال6 ياردات، لعبها والله ورا، رجع التاني نجيب حط الكرة على الارض ورقص ودخل هو في المنطقه وعايز يعمل العرضيه الى خارج الملعب، ركنيه. يعني هو عمل دور مش دوره لكن عمله ببراعه، انه ياخد الكرة ويدخل منطقه 18 ويرقص واحد ويدخل ويلعب الكرة العرضيه بالرجل الشمال اهي، عمل دور مش دوره. انما كان موجود معاه محمد حمدي، بقت الكرة بره الملعب، ركنيه ثانيه للنادي الاهلي بس من المكان الثاني، تتلعب مع غالي والعرضيه ترتد. وهنا دفعه واضح تمام قدام حكم اللقاء، صالح بياخد دفعه، عمرو موسى كان مع الكرة دي لكن حكم اللقاء اعتبرها على صالح. ادي محمد الشناوي وعمرو بركات واحمد ياسر واحمد رمضان والحناوي، مجموعه البدلاء للنادي الاهلي عكس بدلاء المصري كلهم صف اول. حلوه الكره لو كملت لكن على طول يقظه من ربيعه، ترجع مره ثانيه اكرم توفيق، والتصويبه ارضيه زاحفه كده سهله من فريد شوقي، بيسيبها ويأمن معاه احمد عادل عبد المنعم. اهي الكوره اهي ياردتين كده مأمن معاه وضامن انها بره خلاص. الاهلي هيلعب مع وادي دجله في ربع النهائي يوم 12 يوليو ان شاء الله. نهائي الكاس اعلن انه 15 اغسطس، بس لو حصل اللي قلت لحضراتكم عليه واللي اتكلم عليه العميد ثروت